هي الانظمه بتتغير. النظام الديكتاتوري اللي فيه يا حبيبي ده نظام لم ياتي مثيلا له على الكره الارضيه ولا في التاريخ الانساني. عمرنا ما سمعنا عن ناس بتدفع رشاوي عشان يخشوا الكليات العسكريه غير ولا القضاء ماشي سمعنا عنه، انما الكليات العسكريه ما سمعناش، ولا البوليس كمان سمعنا الناس بتدفع رشاوي عشان تخش البوليس والجيش، الا في النظام ابن ده. ما سمعناش عن جيوش بتبيع سمك زفر وقاعدين بخيار ومستعبدين اهل البلد ومستولين على الارض كلها، كل حاجه تحتي تحتي تحتي. طب والشعب ليه ايه يا ولاد لا الشعب يبقى عبيدنا، نجيبك في التجنيد ونطلع ونجوعك ونشحتك ونذلك، وكل ما تيجي تسافر بره تاخد تصريح سفر. ليه؟ مين اللي اعلنك واصي على البلد يا ابن الكلب يا ابن خايم منك ليه؟ هتتحرر البلد، هتتحرر وهترجع لاهلها، وهنرجع نعيش ناس طبيعيين زي خلق الله في ارض الله.